انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزال الفنان السعودي راشد الماجد الغناء، وذلك رغبة منه في التوبة. وحصدت هذه الأنباء تفاعلا واسعا، خاصة من قبل مواطني الفنان الماجد، إذ أطلقوا هاشتاغ راشد الماجد، وأبدى عدد من المتابعين حزنهم على قرار الاعتزال في حال كان صحيحا وفق قولهم، إلا أنهم أشادوا به إذ كان قد قصده بغرض التوبة. وقال أحد المتابعين: كنت أنتظر حفلته، لكن إذا صح الخبر الله يثبته يا رب ويهدي قلبه، أحب حب عظيم هالفنان. فيما قالت أخرى: إذا فعلا قرر يعتزل وتاب صراحة أنا فرحانة له والله يثبته، بس بنفس الوقت بشتاق لصوته من الفنانين الكبار يلي ما يتقارنون بأحد. بينما كتب خالد: والله كان الخبر فعلا صحيح، أنه الله سبحانه أراد بيه خير، خير كبير، والله ما في أفضل من طريق الهداية بخصوص المغنين. ذنوب ذنوب في كل وقت، حتى هو ونايم تجي ذنوب، يا رب توب علينا وعليهم. بينما عبر فريق عن صدمتهم، إذ وصف أحد المتابعين نبأ اعتزال راشد الماجد بالقول: سقط جسر من جسور الفن، ولم يصدر أي تعليق من قبل الفنان السعودي عبر حساباته في مواقع التواصل بشأن حقيقة اعتزاله. بدوره كان حسن طالب مدير أعمال راشد الماجد قد أكد في وقت سابق أن الفنان السعودي سوف يعود للغناء من جديد، وذلك في مقابلة مع إيتي بالعربي. وما لبث مع إعلان طالب عودة الفنان الماجد للغناء حتى انتشرت شائعة اعتزاله. وتأتي هذه الشائعة لربما بسبب غياب الفنان السعودي عن الغناء منذ عام، وذلك إثر أزمة صحية ألمت به. ووفقا لموقع النصر الأخباري، فإن راشد الماجد توقف عن إحياء الحفلات منذ شهر يناير كانون الثاني من العام الماضي 2022 بعد إحيائه حفلة في مهرجان دبي للتسوق مباشرة، وغاب منذ ذلك الحين بسبب إصابته ببعض المشاكل الكبيرة في أحباله الصوتية. وبحسب مدير أعماله، فإن راشد الماجد أصبح أفضل بعد رحلته العلاجية التي استمرت قرابة العام، وقد تحسن صوته كثيرا. ومن المقرر أن يحيي حفلا في جوي أوردز عام 2023 بالعاصمة السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.